انت كل يوم بعد ما تخرج من البيت لازم تتأكد من قفل الباب 10 مرات، وممكن بعد ما تمشي خطوتين ترجع تاني عشان تتأكد. كتير بتحس بقلق شديد كأن في كارثة هتحصل، أو كل مرة تغسل إيدك لازم تقعد نص ساعة، ولو حاولت تبطل العادة دي تحس بتوتر رهيب. طيب ده اسمه حرص ولا وسواس قهري؟ وإزاي تعرف الفرق بين القلق الطبيعي والوسواس القهري؟ وإزاي تقدر تحدد انت عندك وسواس قهري ولا لأ؟ كل ده هنتكلم عنه النهاردة، خليك معانا لآخر الفيديو علشان تستفيد. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معاكم باسم، وقبل ما نبدأ الفيديو لو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك وشير علشان الكل يستفيد. النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ناس كتير مش فاهمينها كويس، وهي الوسواس القهري. لو حسيت انك متوتر دايما وعندك افكار غريبة بتفضل تجيبها لنفسك، او لو حسيت انك مش قادر تتحكم في تصرفاتك رغم انك عارف انها مش منطقية، فالفيديو ده ليك. هنتكلم في الفيديو ده عن ايه هو الوسواس القهري واعراضه، وازاي بيأثر على حياتنا، وازاي نفرق بينه وبين القلق الطبيعي، وكمان ازاي نتعامل معاه. اول حاجة هنتكلم عنها هو تعريف الوسواس القهري. الوسواس القهري هو اضطراب نفسي بيجمع بين أفكار سلبية وتصرفات قهرية. علشان نفهم المعنى كويس هنقسم كلمة الوسواس القهري لجزئين. الجزء الأول هو الوسواس، والجزء الثاني هو الأفعال القهرية. في أفكار سلبية متكررة ومش مرغوب فيها بتجيلك في دماغك، دي هي الوسواس. وفي سلوكيات أو تصرفات معينة بتعملها علشان تطرد الأفكار اللي بتجيلك، أو حتى علشان توقف القلق اللي بتسببهولك، ودي هي الأفعال القهرية. يعني في أفكار بتجيلك وبعدها في أفعال أنت بتعملها علشان تتخلص من الأفكار دي وأثرها عليك. ببساطة الشخص اللي عنده وسواس قهري بيحس إنه مجبر يعمل حاجات هو عارف كويس إنها مش منطقية، لكنه مش قادر يوقف نفسه. طيب إيه هي الأسباب اللي بتخلي عندك وسواس قهري؟ أسباب الوسواس القهري كتير، هنتكلم على أهم الأسباب. أولا العوامل الوراثية، يعني لو في حد في العيلة عنده وسواس قهري ده ممكن يزود احتمالية إنك تعاني منه بالوراثة. تاني سبب هو خلل في كيمياء المخ، وخصوصا في مادة السيروتونين. تالت سبب هو العوامل البيئية، في صدمات نفسية وفي أحداث مؤثرة أو في تجارب معينة مريت بيها في حياتك ساعدت في ظهور الحالة دي عندك، زي الحالات اللي بتسبب ضغط عصبي أو توتر شديد. طيب إيه هي الأعراض اللي بتظهر عليك لو عندك وسواس قهري؟ أعراض الوسواس القهري هنقسمها لجزئين زي التعريف بالظبط. الجزء الأول هو أعراض الوسواس نفسه، والجزء الثاني هو أعراض الأفعال القهرية. أول حاجة الوسواس أو الأفكار السلبية، وهي أفكار أو خيالات متكررة وبتكون مزعجة جدا، والشخص بيبقى عارف إن الأفكار دي مش منطقية لكنه مش قادر يوقفها. والأفكار المتكررة والغير مرغوب فيها دي زي مثلا أفكار عن الأذى، وإنك بتتخيل فيها حد قريب ليك اتأذى أو حصل له حاجة وحشة زي حادثة مثلا لا قدر الله. في كمان أفكار عن السلامة، زي بتخاف تكون نسيت تقفل الباب أو تطفي الكهرباء، أو أفكار إنك لازم ترجع تقفل أنبوبة البوتاجاز لأن ممكن تحصل مصيبة. في كمان أفكار عن الصحة، بتتخيل فيها إن كل حاجة بتلمسها بتكون مش نظيفة وإنها هتصيبك بأمراض. كل دي هي أعراض الوسواس أو الأفكار السلبية اللي بتجيلك. أما عن أعراض الأفعال القهرية فبتكون كالتالي: هي تصرفات أو سلوكيات بتعملها علشان تحاول تتخلص من الأفكار الوسواسية. السلوكيات دي متكررة، زي مثلا إنك فكرت إن الباب مش مقفول كويس فبترجع تاني تفتحه وتقفله تاني، وممكن تكرر الموضوع ده تالت مرة لحد ما تحس إنك مرتاح. أو مثلا عندك خوف من التلوث فتضطر تغسل إيدك 10 مرات أو أكتر. أو التنظيم الزايد عن الحد، زي إنك تقوم في عز البرد من على السرير من تحت البطانية علشان تعدل كتاب على المكتب بتاعك وترجع تنام تاني. الهدف من السلوكيات دي هي إن أنت تقلل القلق الناتج عن الوسواس اللي في دماغك، وفعلا بعد ما تعمل السلوكيات دي القلق بيقل، لكن بتستهلك وقت ومجهود كبير جدا. طيب هل الوسواس القهري ده بيأثر على حياتنا؟ وتأثيره سلبي ولا إيجابي؟ الوسواس القهري بالتأكيد له تأثير على حياتنا، بس تأثير سلبي. زي مثلا الأفكار الوسواسية بتسبب لك ضغط وتوتر مستمرين، تخليك ممكن تقضي ساعات كتير بتفكر في نفس الفكرة.
وده بيخليك مش قادر تركز في شغلك ولا في حياتك اليومية. كمان التصرفات القهرية نفسها بتستهلك وقت ومجهود كبير جدا وانت بتعملها، فلو انت مضطر تغسل ايدك كل شوية او تتأكد من حاجة بتعملها 100 مرة، فده بيبقى حمل وضغط نفسي وعصبي عليك وعلى الناس اللي حواليك. كمان الوسواس القهري بيأثر على العلاقات. لو انت دايما مشغول بالافكار القهرية، ده بيأثر على علاقتك بالناس اللي حواليك. ممكن تحس ان مفيش حد فاهمك، ممكن كمان تنعزل عشان تحاول تسيطر على الافكار دي. كمان الوسواس القهري بيأثر على العمل، ممكن يخليك مش قادر تركز في شغلك بسبب الافكار دي، وبالتالي بتأثر على انتاجك في العمل. والسؤال هنا ازاي افرق بين القلق العادي والوسواس القهري؟ القلق العادي بيكون رد فعله طبيعي في مواقف معينة في حياتك بتحتاج للقلق، زي لما تبقى قلقان قبل امتحان، أو قلقان في مقابلة شغل، أو قلقان لما تيجي تعمل مشروع جديد. لكن الوسواس القهري بيبقى مستمر ومش قادر تتحكم فيه. لو انت بتقضي وقت كبير علشان تكرر نفس التصرفات أو الأفكار، وده بيأثر على حياتك بشكل ملحوظ، يبقى ده مش مجرد قلق عادي. والسؤال هنا ازاي تعرف ان عندك وسواس قهري؟ في بعض الحاجات أو التصرفات بتخليك تعرف ان عندك وسواس قهري، زي مثلا لو الأفكار أو التصرفات دي بتأثر على حياتك بشكل يومي. يعني لو بتقضي وقت كبير بتفكر في نفس الأفكار أو بتعمل نفس التصرفات كل يوم برغم إنها تصرفات مش منطقية، يبقى ده وسواس قهري. كمان في حاجة مهمة جدا، لو حاولت تبطل التصرفات دي ومعرفتش، فده بيكون مؤشر قوي للوسواس القهري. أما لو مجرد الأفكار دي جات لك مرة كده ونادرا ما بتتكرر، فدي مجرد قلق عادي كان في موقف معين وراح لحاله. وهنا بنوصل لسؤال مهم، وهو هل الوسواس القهري له أنواع؟ في أنواع مختلفة من الوسواس القهري، زي مثلا وسواس النظافة. الشخص دايما عنده مخاوف من التلوث أو الجراثيم، فبيغسل إيده أو جسمه بشكل أوفر قوي. وفي وسواس التحقق، زي إن الشخص دايما بيفكر إن هو نسي حاجة مهمة بعد ما خرج من البيت بس مش عارف إيه هي الحاجة دي، أو نسي يقفل الباب أو يطفي الكهرباء، فممكن يرجع يتحقق منها مرات ومرات. في وسواس الأذى، الشخص ممكن يفكر انه هيسبب اذى لنفسه او لغيره، وبالتالي يحاول يتجنب مواقف معينة علشان ما يحصلش الاذى ده، او انه دايما بيفكر ان اللي حواليه ممكن يتأذوا باي طريقة من الطرق. وفي وسواس تاني اللي هو وسواس العد والترتيب، الشخص بيكون عنده حاجة خاصة بيه، زي ترتيب الاشياء بطريقة معينة او عد مفرط في الارقام، زي انه يعد الفلوس اللي معاه 100 مرة. وهنا بنوصل للسؤال الأهم، وهو طريقة التعامل مع الوسواس القهري أو علاج الوسواس القهري. العلاج هنا ليه طرق كتيرة. أولا العلاج السلوكي المعرفي أو CBT، وده علاج بيساعد الشخص إنه يواجه مخاوفه ويتعلم يتعامل معاها إزاي ومع التصرفات القهرية. كنا قبل كده شرحنا العلاج السلوكي المعرفي في فيديو هوس السرقة أو الكليبتومانيا، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف. تاني نوع من العلاج هو علاج بالأدوية زي مضادات الاكتئاب، ودي اللي بتساعد في تنظيم كيمياء المخ وبتساعد في تقليل الأعراض، خصوصا لما تكون الأعراض شديدة. في كمان نوع ثالث من العلاج وهو العلاج السلوكي التعرضي، وهو إن الشخص بيتعرض تدريجيا للمواقف اللي بتسبب له الوساوس لحد ما يتأقلم معاها ويقلل قلقه. كمان في شوية نصايح عملية هتفرق معانا جدا لو حاولنا نطبقها، زي إنك تحاول تحدد أوقات معينة للتفكير في الوساوس دي بدل ما تتصرف عليها اليوم كله. جرب كمان تقلل الوقت اللي بتقضيه في الأفعال القهرية تدريجيا، يعني بلاش تغسل إيدك مثلا 20 مرة في اليوم، كفاية مرتين أو 3 بس، ومع الوقت وبالتدريج هتقلل الأفعال القهرية دي. كمان حاول تستخدم تمارين الاسترخاء زي التنفس العميق أو التأمل علشان تهدي القلق شوية. كنا قبل كده اتكلمنا عن طرق الاسترخاء في فيديو الشخصية الحادة أو العصبية، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف. في الحالات الشديدة جدا ممكن نلجأ لأطباء لطرق زي التحفيز المغناطيسي أو الجراحة العصبية. وفي الختام بحب أقول لك، لو كنت بتعاني من الوسواس القهري أو حاسس إنك في مشكلة مشابهة ليه، ما تترددش وحاول تطلب المساعدة، لأن العلاج النفسي ممكن يكون ليه تأثير كبير في تحسين حياتك وحل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك، ولو تعرف حد بيعاني من الوسواس القهري شير له الفيديو علشان يستفيد. كل اللي وصل لهنا أحب أقول لك أنت صديق القناة، اثبت وجودك بتعليق، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.